النهارده انا قررت انضف غرفه النوم، والصراحه انا كنت اصلا محولها للزريبه مش غرفه نوم، لان ما كنتش بنام فيها خالص. سبب تغيير غرفه النوم اني قررت بقى اجهزها، واخيرا بعد سنتين. وانا الصراحه بحب جدا انام في الصاله، وانا بنضف الكومودينو اتفاجئت بالورقه ديت اللي عندي بقى لها 11 سنه من واحد صاحبي، شكرا قوي ليه. وديت كانت من عم هيثم اللي بحب اهزر معاه. عايز اقول لكم ان في اوروبا بنيت ذكريات جميله جدا، وتعرفت على اشخاص قلبها طيب. المهم ده حركت الترابيزه اللي كنت بذاكر عليها، وانضف الارضيه، انضف مكانها اصلا عشان لما انضف مكانها ارجعها تاني. اشتريت كنبه والمفروض تجي لي اليومين دول، عشان كده بنضف الغرفه. والترابيزه دي كنت حاططها اصلا في الصاله، بس بسبب الغبار اللي كنت بشوفه عليها كان بيجيب لي حاله اكتئاب. الشباك مقفول 24 ساعه، منين بيجي الغبار مش عارف. وعندي بقى جهاز البخار ده واللي مسميه صياد العنكبوت، بيشيل العناكب، بيشيل الغبار، بيشيل كل الوساخه حتى اللي مستخبيه ورا الدفايات. وبعد ما شلت كل الوساخه اللي ورا الدفايات، حان الوقت ان اشيلهم بالمكنسه. وبعد ما نضفت الارضيه بقى، الصراحه انا في الترتيب مش افضل حاجه، وبالذات في العفش. فانا الصراحه شكلي كده هسيب لكم ترتيب العفش في الغرفه دي، والسلام عليكم.